انا اعاني من واحد المشكل ديال الارث في الاراضي السلاليه بجماعه عين الشقف وبالضبط بدوار ولادي زيد. اللي انا مدعم بوكاله مفوضه من طرف الوالده ديالي اللي ها هي وكاله مفوضه والتوقيع راه بالابهام، لاكارت الوالده كذلك. المهم مراحل الشكايات ديالي هو انني وضعت شكايه مرافقه الام ديالي بمكتب السيد القائد يوم 2 يناير 2012، ثم وضعت شكايه كذلك بالبريد المضمون يوم 20/2/2012. ها هي عندي لا كوزي دو ريسيبسيون ديال السيد القائد، شكايه الى السيد القائد 2012. ها هي تعرض وشكايه لا كوزي دو ريسيبسيون، ها هي باللي توصل فيها. ثم شكايه الى محمد بابوش نائب الاراضي السلاليه بدوار ولادي زيد جماعه عين الشقف، حتى هي بلا كوزي دو ريسيبسيون. ثم شكايه الى السيد عامل صاحب الجلاله على الاقليم بتاريخ 20/4/2012. لا هادشي بمراحل ولا يعني راسلتيهم خطره كلهم؟ لا يعني ملي راسلتي السيد القائد. نعم. واش ما استدعاكش عاد درتي شكايات اخرين ولا شنو علاش؟ ما استدعانيش ومشيت باش كنتسائل على المسار ديال الشكايات ديالي بالمكتب ديالو، ما لقيتش لا طراس كاع لا في مكتب الضبط ولا في المكتب الاخر بيرو دو ديبار، ما عندهمش لا طراس ديال الشكايات ديالي وديال التعرض ديالي كاع بتاتا. وانت فاش دفعتيهم خديتي شي وصل وصل ايداع؟ عندي لا كوزي دو ريسيبسيون وصل باستلام سني به القائد او من ينوب على انه وصلته للمكتب ديالو، ها هي مراجعه عندي كومكوا انه راه توصل بها. فاش دخلت عنده للمكتب ديالو ما عرفتش بالتاريخ، المهم في هذا التواريخ هذه في هذا الانترفال دو طون هذا دخلت عنده للمكتب وواجهني بواحد الاسلوب اللي هو لا يليق برجل السلطه، يتنافى هو يعني الديمقراطيه والزمن الحالي هذا. السيد القائد هذا السيد القائد ديال عين الشقف قال لي خرج عليا، ما عندي ما ندير لك انايا، سير في حالتك. وهذا وخرجت من ديك مور ديك يعني داك صد في الباب في وجهي الباب ديالو. راسلت السيد العامل بتاريخ هو هنا 20/4/2012 ها هي. ثم راسلت السيد رئيس دائرة مولاي يعقوب ها هي باش يتدخل بيني وبين السيد القائد ديال عين الشقف ها هي بتاريخ 6/7/2012. التوقيع ديال المكتب دو ديبار ديال قيادة بالضبط بعين الله ها هي هادي. ما لقيت حتى شي جواب. ثم عاوتاني مراسلة السيد القائد بتاريخ بالضبط 15/10/2012. القائد ديال عين الشقف. القائد ديال عين الشقف، يعني جوج مراسلات، المراسله الاولى والثانيه، وكانت وحده شفويه في نهار 2 جونفي 2012 انا والوالده ديالي. ها هي عاوتاني بلا كيجي دو ريسيبسيون، ها هي ها هو وصل استلام وها هو موقع هنا باللي توصل بها ها هي طبعا. نعم. ثم اخر مراسله اللي كانت عندي ان حتى واحد ما بغى يفتح معايا لا حوار ولا جلسات ولا حتى التعرض. الناس اللي هما موضوع الشكايه اللي هما خوالي كيحرتوا كيستغلوا كيستافدوا من التعويضات. حتى اللائحه ديال ذوي الحقوق ما مسجلاش الام ديالي، ما عرفتش علاش، واش هي ماشي من تما ولا ماشي خوتها او لا ما كتاخذش عقد ازدياد من الجماعه. المهم اخر مراسله عندي هي 19 شهر 2013. السيد الكاتب العام ديال عماله مولاي يعقوب ها هي التاريخ، ها هو التوصيل بانه توصل بالمراسله ديالي بالشكايه لا كيجي دو ريسيبسيون. الا انه السيد زعما الله يجازيه بخير السيد الكاتب العام جاوبني، الكاتب العام ديال العمالات ديال اقليم مولاي يعقوب، العمالات مولاي يعقوب. نعم تفهم الوضع وجاوبني. الجواب ديالو نهار 28 فبراير 2013 ها هو. باختصار شنو كتقول الرساله ديال الجواب ديالو؟ الاختصار هو انه غادي يفتح أخبركم أن مصالح هذه العمالة وفي إطار إعطاء المآل المناسب لشكايتكم قد عملت على فتح تحقيق في النازلة. فوقاش هذا الجواب كان؟
هذا الجواب كان نهار 28 فبراير 2013 وبالضبط توصلت بها انا. المهم شي 3 ايام مور داك الشيء توصلت بها. ها هي الرساله ديال السيد الكاتب. نعم تنشكرو. المهم دابا الطلب ديالي هو انني انا اتوجه الى الجهه المسؤوله، لان هذا السيد القائد الا كان عنده يد في هذا الملف ديالي انه غادي يبان. انا كنطالب واحد الحق اللي هو معمول به على المستوى الوطني طبقا لواحد المذكره وزاريه بتاريخ 23 يوليو 2009 حول ادراج النساء في لوائح ذوي الحقوق بدءا بجماعه المهديه باقليم القنيطره. هذو السلاليات. ثم جات واحد دوريه ثانيه ديال وزير الداخليه في 25 اكتوبر 2010 بشان الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق. ثم اصدار دوريه بتاريخ 30 مارس 2012. اذا هذا القيد واش كيضرب هذه الدوريات كلها اللي صادره من عند وزير الداخليه عرض الحائط، او عنده يد خفيه، او متواطع مع خوالي، او شي حاجه؟ هذا هو السؤال المطروح انا اللي كنطرح. المهم انا اتوجه الى الجهات العليا او السلطات المعنيه في هذا الملف هذا باش تفتح تحقيق او دير شي مسار. باش بغيت انا حق الوالده ديالي، لان الوالده ديالي مريضه وكبيره وانا واخد شي وكاله مفوضه باش ننهج هذه المساله ديالي. ولهذا اتوجه الى كل سلطه عليا باش تنصف